فكرت في يوم إن كل قرار في حياتك ممكن يكون نقطة تحول، وإن كل فكرة بتدور في دماغك هي بوابة لواقع جديد. هل إحنا فعلا اللي بنقود أفكارنا ولا هي اللي بتقودنا؟ وإزاي ممكن وعينا بالحقيقة دي يفرق معانا؟ جهز مشروبك المفضل ووسع دماغك وتعالى نبدأ الرحلة مع بعض. في فكرة بتقول اللي مش عارف هو رايح فين كل الطرق هتوصله ولا حاجة. تفتكر ده صح؟ طب تعالى نتخيل سيناريو بسيط. تخيل معايا كابتن طيارة دخل الكابينة لابس السماعات ومستعد للإقلاع، بس فجأة اكتشف انه مش عارف وجهته. مفيش خطة ومفيش جدول ومفيش حتى برج مراقبة بيرد عليه. تفتكر هيتصرف ازاي؟ هيطلع الرحلة وخلاص، ولا هيطير عشوائي لحد ما البنزين يخلص، ولا هيقرر يرجع لنفس المكان اللي بدأ منه؟ الحقيقة ان السيناريو ده مش مجرد خيال، ده واقع ناس كتير قوي عايشة حياتها من غير ما تسأل نفسها أنا رايح فين. وهنا تسمح لي أسألك، ليه ناس بتنجح وناس بتفضل تايهة؟ في ناس شاطرة وذكية ومتعلمة بس مش عارفة تحقق حاجة. تفتكروا ليه؟ لأنهم مش محددين هدفهم، ولأن كل تركيزهم على المشاكل مش على الحلول، لأنهم برضو بيخلطوا بين الحلم والخطة. الحلم هو نفسي أبقى غني، نفسي أنجح، نفسي أعيش حياة سعيدة، بس الخطة هعمل 1 و2 و3 عشان أوصل للهدف الفلاني. الكاتب في نظرية الفستق بيقول الشخص الناجح 99% من تركيزه على الحلول، أما الشخص التايه ف99% من تركيزه على العوائق. الناجح لو واجه مشكلة بيفكر طب ايه الحل، أما التايه فبيفكر إن كل حاجة ضدي، الدنيا صعبة، مستحيل أنجح، كل ما أحاول أظبط حاجة الناحية التانية بتبوظ، وهكذا. دايما عنده شماعة بيعلق عليها كل حاجة. الناجح بيكون عنده مرونة في التفكير والتصرف، أما التايه بيقف عند أول عقبة ويمكن يستسلم قبل حتى ما يبدأ. وهنا عايزة أكلمكم عن واحدة من أهم عوامل النجاح، المرونة. تعتبر من أسرار النجاح. خلينا ناخد موقف بسيط. لو انت لسه متخرج وبدأت شغل جديد، كل حاجة تقف معاك تجري تسأل مديرك أعمل ايه وتصرف ازاي. تفتكر هيكون مبسوط؟ طبعا لا، لأنه مش عينك عشان تسأله على كل تفصيلة. وفي قاعدة ذهبية احنا عارفينها بتقول ان كل ما زادت خبرتك زاد احتياج الناس ليه وزاد استغنائك عنه، والعكس صحيح. يعني كل ما تبقى شخص بيعرف ياخد قرارات وبيتصرف، كل ما فرصك بتكبر، سواء في شغلك بقى، في حياتك أو حتى علاقاتك. ومن هنا عايزة أقول لكم نقطة مهمة قوي، وهي التركيز يا جماعة، مفتاح تحقيق أي هدف. تخيل إنك ماسك خرطوم مية وبتحاول ترش على 5 أماكن في نفس الوقت. إيه اللي هيحصل؟ شوية مية هنا وشوية هناك، وفي الآخر مفيش مكان هياخد الكفاية بتاعته. نفس الفكرة بتحصل في حياتك. لو عايز تعمل مليون حاجة في نفس الوقت مش هتنجز أي حاجة منهم زي ما لازم إنها تكون. الشخص الناجح مش لأنه بيعمل كل حاجة مع بعض، لكنه بيعرف يركز في حاجة واحدة في وقتها الصح. ركز في هدف حققه وبعدها روح للي بعده. في ناس بدأت حياتها في مجال معين وبعد ما نجحوا فيه قدروا يفتحوا بيزنس تاني وبعدها جربوا مجال تالت، بس كل حاجة كانت في وقتها. ما ينفعش تسوق أكتر من طيارة في نفس الوقت، لكن ينفع تسوق طيارة النهاردة وتشتري مطار بكرة. النظرية ببساطة، لو مش عارف انت رايح فين عمرك ما هتوصل. النجاح محتاج هدف واضح ومرونة وتركيز. لازم نفرق بين حاجتين مهمين، انك تبقى مرن وتسمح لنفسك تكتشف حاجات جديدة، وانك تعيش من غير اي هدف واضح فتلاقي نفسك بتجرب حاجات كتير من غير ما توصل لأي انجاز حقيقي، فتكون ضيعت طاقة ووقت وشغف وتحس بإحباط مش طبيعي وتحس انك بترجع لنقطة الصفر كل مرة. التوازن هو الحل. الناجح مش معناه انه ما بيغيرش خطته ابدا، بالعكس هو مستعد يعدلها وقت اللزوم، بس الأهم إنه عارف هو رايح فين أصلا. المشاكل مش هتختفي، لكن لو عندك تفكير إيجابي هتعرف تلاقي حل لكل حاجة. احنا اتكلمنا عن الفرق بين الشخص اللي عنده رؤية واضحة وبين الشخص التايه، وعن فكرة إن النجاح مش مجرد حظ، لكن مرتبط بفهمنا لنفسنا وقدرتنا على التعامل مع المشاكل بمرونة. بس في نقطة مهمة جدا، إزاي أصلا نعرف احنا عايزين ايه؟ في كتاب نظرية الفستق بيقول الكاتب إن جزء كبير من مشاكلنا مش بسبب الظروف، ولكن بسبب عدم فهمنا لنفسنا. احنا ساعات بنمشي في الحياة من غير ما نسأل نفسنا الأسئلة الصح، زي مثلا أنا فعلا عايز ايه الحاجة اللي بتحمسني بجد؟ لما كنت طفل كنت بحلم بإيه ولسه عندي نفس الحلم ولا اتغير؟ ايه الحاجات اللي لما بعملها بحس اني مستمتع ووقتي فيها بيعدي بسرعة؟ الناس دايما بتشوفني مميز في ايه؟ لما تبدأ تسأل نفسك الأسئلة دي
هتبدأ تلاحظ حاجات عن نفسك ممكن تكون مش واخد بالك منها، وهتفهم ايه الحاجات اللي تناسبك بجد، مش بس الحاجات اللي المجتمع بيقولك عليها مهمة. لأن الحقيقة مفيش طريق واحد للنجاح، ومفيش نموذج واحد ينفع لكل الناس. في شخص نجاحه معناه وظيفة مستقرة، وفي شخص نجاحه معناه انه يفتح مشروع خاص. بس النقطة الأساسية انك تكون انت اللي اخترت الطريق ده، مش مجرد ماشي فيه عشان كل الناس بتعمل كده. الخطوة الأولى، كن صادق مع نفسك. جرب تكتب إجابات للأسئلة اللي فاتت، هتتفاجئ قد ايه الحاجات اللي ممكن تكتشفها عن نفسك. مش لازم كل حاجة تكون واضحة بنسبة 100%، بس على الأقل هتبدأ تاخد أول خطوة في الاتجاه الصح. لأنك مش مجرد طيار طاير في الهواء، لكنك واحد عارف وجهته ومستعد يتكيف مع أي مطبات هوائية في الطريق. تخيل كده انك وصلت لسن التقاعد وقاعد في مكان هادي وبتراجع حياتك. تفتكر ايه اللي هتكون فخور بيه، وايه اللي هتندم انك مخدتش خطوة فيه من بدري؟ الكاتب بيأكد على فكرة ان الحاجات اللي مش بننتبه ليها دلوقتي ممكن تبقى سبب ندم كبير قدام. كل عادة صغيرة وكل قرار بنأجله وكل فرصة بنفوتها، كلها بتتراكم وتحدد شكل حياتنا المستقبلية. طيب الحل اننا نفكر في المستقبل من دلوقتي، نحدد ايه الحاجات اللي عايزين نحققها، وايه التصرفات اللي لو استمرينا عليها هتكون عائق قدامنا. لان ببساطة لو مشينا في نفس الطريق هتوصل لنفس النتيجة. الكتاب هنا بيطرح اسئلة عميقة، مش بس عشان نسألها لنفسنا لكن عشان نستخدمها كدليل. ورقة وقلم وتعالوا نبدأ. اولا، ايه الفكرة او المشروع اللي عايز تنفذه؟ يعني ايه الحاجة اللي بتفضل تأجلها من غير سبب؟ لو فاضلك 6 شهور بس تعيشهم، هتعمل ايه فيهم؟ ايه الخطوات الصغيرة اللي ممكن تبدأ بيها النهاردة عشان توصل لحياة انت راضي عنها؟ النقطة هنا مش انك تحس بتوتر او ضغط، بالعكس، الهدف انك تبدأ تاخد خطوات ولو صغيرة، لان اي تغيير كبير بيبدأ بخطوة بسيطة جدا. يعني باختصار، اعرف نفسك، حدد وجهتك، وابني طريقك بخطوات ثابتة. الفكرة التانية اللي هنتكلم عنها من الكتاب حقيقي ممكن تكون بتحصل يوميا في حياتنا، ومحتاجين يكون عندنا الوعي الكافي من ناحيتها. فكر في يومك كأنه حساب بنكي. كل يوم الصبح بتبدأ برصيد عصبي معين، المفروض انك بتصرفه على الحاجات اللي بتستحق طول اليوم، زي شغلك، علاقاتك، أهدافك. لكن اللي بيحصل في أغلب الوقت إننا بنضيع الرصيد ده على حاجات تافهة، خناقة في الطريق، كلمة جارحة من شخص عابر، جدال ملوش لازمة على السوشيال ميديا. وفجأة تلاقي نفسك صفر، مش قادر حتى تبتسم، مش قادر ترد ردود لطيفة، وحتى أقرب الناس ليك بيحس إنك شخص عصبي على طول. الحل، حافظ على رصيدك العصبي. في ناس لازم تتجاهلها، ومواقف لازم تطلع منها بأسرع وقت، لأن مش كل معركة تستحق إنك تدخلها، ومش كل جدال لازم تثبت نفسك فيه إنك صح. لو لقيت نفسك في وسط خناقة أو موقف مستفز، جرب تسكت فجأة وتخرج من المكان. السكوت قوة مش ضعف، وأحيانا انسحابك ده هو أكبر انتصار. مش كل المواقف لازم تاخدها بجد، أحيانا كلمة ساخرة أو ابتسامة واثقة ممكن تبرد الموقف وتحوله لنكتة بدل خناقة. تعالوا نشوف واحدة من ألذ أفكار الكتاب اللي ممكن تلفت نظرنا لحاجة مهمة أوي. عمرك وقفت نفسك وانت بتاخد قرار بسرعة من غير ما تفكر فيه كويس؟ لو لقيت نفسك مصمم على رأي معين مش عشان هو الصح بس عشان مقتنع بيه وخلاص، أو يمكن عمرك نقلت خبر سمعته بس لأنه عجبك من غير ما تتأكد هو حقيقي ولا لأ. لو أي إجابة كانت عندك بقى عامية في تفكيرك. أول واحدة هي إدمان العادة. بنكرر نفس القرارات بدون تفكير لمجرد إننا متعودين عليها. تاني واحدة هي الخوف من الجهل. بنحس إننا لازم نكون عارفين كل حاجة حتى لو معرفناش، فبنتظاهر بالمعرفة. تالت واحدة هي القفز للاستنتاج. بنسمع أول كلمتين ونقرر من غير ما نستنى نفهم باقي القصة، ودي كارثة لو بتاخد قراراتك المصيرية بالطريقة دي. رابع واحدة تحيزاتنا الشخصية. بنشوف العالم من الفلتر بتاعنا، لو حاجة توافق قناعاتنا ومعتقداتنا بنصدقها، ولو ضدها بنرفضها حتى لو كانت حقيقية. خامس واحدة الحكم على الناس بسرعة. مرة حد لفت انتباهي المقولة بتقول لما تشاور على القمر بعض الناس هيقفوا يبصوا لصباعك. يعني ممكن حد يمسك في تفصيلة واحدة من كلامك وينسى الفكرة الرئيسية. بس على الأقل خد لحظة، راجع أفكارك واسأل نفسك أنا فعلا شايف الصورة كاملة ولا ببص من البقعة العمياء اللي في دماغي. كتير بنشغل نفسنا بتطوير شكلنا الخارجي، بنتمرن، بنهتم بلبسنا، ببشرتنا عشان نبقى في أحسن صورة، صح؟ طب ليه مش بنعمل نفس المجهود مع عقلنا؟ ليه مش بنتمرن عليه زي ما بنتمرن على جسمنا؟ الكتاب بيبدأ يدينا شوية تمارين نمرن بيها عقلنا زي ما بنمرن بيها عضلاتنا اللي في جسمنا بالظبط. بيتعامل مع العقل كأنه عضلة، وفي شوية خطوات لو عملناها بنبدأ نكتسب شوية ذكاء.
حتى لو احنا مش عندنا التصرفات دي بالفطرة، مع التعود وكتر التمارين على عضلة المخ بنبدأ ان احنا نكتسبها. قلل وجودك وسط السطحية. لو وقتك بيضيع في سوشيال ميديا فارغة، جرب بدلها تقرأ كتاب او حتى تتعلم حاجة جديدة. فكر، حلل، انتقد، متاخدش كل حاجة زي ما هي. العقل اللي بينمو هو دايما بيسأل ليه وازاي. البني آدم لو مش ممحور حياته حوالين سؤال ليه أو كونسبت الواي، فصدقني هدفك عمره ما هيبقى واضح. ولو تلاحظ هتلاقي ان الشخص اللي بيبيع حاجة وناجح في شغله وبيعرف يبيع صح، سواء بقى بيبيع لك فكرة أو بيبيع لك منتج، بيركز قوي على فكرة ليه انت تشتري منتجنا، أو ليه انت تشتري فكرتنا. بيركز على سؤال ليه بنسبة لا تقل عن 90%. النظرية ببساطة: وسع دايرتك الفكرية، قابل ناس مختلفة، اسمع وجهات نظر تانية، جرب تتعلم لغة جديدة. لأن لما تفهم طريقة تفكير غيرك، مخك هيتبرمج على التفكير بمرونة وذكاء. الإنجازات الكبيرة مش محتاجة مجهود ضخم، هي بس محتاجة عادة يومية. في قاعدة نفسية بتقول الشيء بيبقى ساكن لحد ما تفكر فيه. في الحقيقة ده حقيقي في حياتنا بشكل غريب وغير مباشر. يعني كل ما كنت واثق انك هتفوز، هتلاقي كل الظروف حواليك بتتكاتف عشان تحقق ده. لكن لو كنت دايما شايف انك مش هتقدر او انك مش ناجح، هتلاقي نفسك بتواجه عقبات وحواجز مش متوقعة. لما تدرس سير الناجحين هتلاقي انهم مش بالضرورة كانوا متفوقين في الدراسة او عندهم تعليم مميز، ولكن كان عندهم تفاؤل وايمان قوي بانهم هينجحوا. في علم النفس العصبي في حاجة اسمها قانون الجذب، واللي بيقول اننا بنجذب لنا الظروف والاشخاص والاحداث اللي بتتناسب مع تفكيرنا. وبالذات في البرمجة اللغوية العصبية، لو قررت جملة إيجابية ومتفائلة هتلاحظ إن الظروف بتتغير حواليك بطريقة غريبة. أكيد الاجتهاد مهم، ولما يكون عندك هدف واضح ده بيساعد كتير، لكن خليك فاكر مستوى التفاؤل والإيمان بنجاحك ليه تأثير قوي برضه. الشخص اللي عنده ثقة في نفسه مهما كانت الظروف هيلاقي نفسه بينجح. تخيل نفسك زي مغناطيس ضخم دايما بتجذب الاحتمالات الجميلة والحاجات اللي انت متوقعها. الحظ مش مجرد شيء بيجي من غير ما نتوقعه، ده كمان ممكن نخلقه بعقليتنا وطريقة تفكيرنا. أول واحدة وهي مهاراتك في خلق الفرص. المحظوظين مش قاعدين مستنيين الفرصة تجيهم من السما، هما دايما بيخلقوا فرص جديدة لنفسهم. يعني هما بيفتحوا عيونهم دايما على كل حاجة حواليهم، بيدوروا على الناس اللي ممكن يساعدوهم، وبيتعلموا مهارات جديدة. وكل ما زاد عدد الناس اللي تعرفهم، زادت فرصهم في الحظ اللي بيجي ليهم. المحظوظين مش بيخلوا الفشل يكسرهم، عندهم دايما إيمان إن الحاجة الحلوة جاية. حتى لو مروا بمواقف صعبة هما دايما متفائلين، وده اللي بيخليهم دايما يتحركوا لقدام ويحققوا أهدافهم. تالت حاجة عندنا وهي عدم التأثر بالمصائب. لما المحظوظ يواجه مشكلة مش بيقف عندها ويخليها تحكم عليه، هو بيمشي لقدام عارف إن الحياة فيها فرص تانية، وده بيخليه دايما في حالة من التحسن، مش قاعد مستني الحظ يجيله، لا ده هو بيشتغل عليه بنفسه. ورابع حاجة الاعتقاد انه محظوظ. المحظوظين عندهم قناعة انهم فعلا محظوظين، مش بيعتمدوا على الحظ بالصدفة. هم عارفين ان الحظ مش حاجة بتجيهم لوحدها، لان الحظ جزء من الطريقة اللي بيشوفوا بيها الدنيا وبيتصرفوا فيها. يعني ببساطة الحظ مش بس بيجي من السما لما تكون مستعد ولما يكون عندك استعداد تتعلم وتاخد الفرص. المحظوظين بيخلقوا الفرص ليهم، مش بيستنوها تيجي لوحدها. واللي بيميز المحظوظين انهم بيشوفوا الفرص حتى لو في اصعب اللحظات، ودايما عندهم قناعة ان الافضل لسه جاي. اسمع، شوف، جرب، وافتح مخك للي مش متعود عليه. هنتكلم بعد كده عن الفرق بين السؤال والتساؤل. خليني اقولك حاجة، السؤال ده زي ما تشغل جوجل مثلا وتكتب ازاي اكون سعيد وتقفل الموبايل بعد دقيقة. اما التساؤل ده زي ما تقعد لوحدك في غرفة هادية وتوفر سينك وتفكر ايه المعنى الحقيقي للسعادة عندي، ايه الحاجات اللي بتخليني اتألم وانا متقبلها، وتقعد تراجع نفسك في حاجات كتير وتدور انت على الاجابات لنفسك. الفرق هنا ان التساؤل بيخليك تكتشف اجاباتك، مش اجابات جاهزة من هنا وهناك. التساؤل مش رحلة سهلة، هو بياخد وقت وبيوجعك وبيخليك تحس انك ضايع وتايه اوقات كتير قوي، لكن في الاخر الاجابات اللي بتوصل لها بنفسك بتكون جزء منك انت. زي ما أبو حيان التوحيدي فيلسوف الأدباء كان بيكتب أسئلة تخلي القارئ يتعذب عشان يكتشف الحقيقة، وكتب علم النفس بتشتغل على مبدأ التساؤل، بتخلي القارئ هو اللي يلاقي الإجابات بنفسه، هي بس مجرد بتنور له الفكرة العامة. زي ما أنا في كل نظرية في آخرها بطرح أسئلة معينة علشان تبدأ أنت اللي تجاوب عليها بنفسك. احنا عايشين في زمن الإجابات السريعة، شوف التعليقات، اسأل جوجل، خد رأي فلان، لكن الحل الوحيد عشان تكبر عقلك انك تتقبل الضياع قدام اسئلتك الصعبة.
زي ما النظرية بتقول الجواب اللي بتوصله بنفسك حتى لو كان غلط أحسن من 1000 إجابة جاهزة. طيب إزاي تبدأ؟ هات ورقة وقلم واكتب 3 أسئلة مزعجة دايما بتهرب منها. 1. ايه اللي بخاف منه وبتصنع انه مش موجود؟ 2. ايه المعتقدات اللي ورثتها من المجتمع وما بقتش مقتنع بيها؟ 3. لو حد قال لي ممنوع تسأل حد غير نفسك هبدأ ازاي؟ هتقف قدام المراية وتسأل لو انا كنت لوحدي في الكون كله هبقى مقتنع باللي بعمله ده؟ هفضل فخور ومكمل في اللي انا فيه او حتى احب المكانة اللي انا اخترتها لنفسي او اسلوب الحياة اللي انا عايشها؟ تعالوا نشوف الوصفة النرويجية للسعادة. ازاي تعيش كل يوم كأنه أول يوم في حياتك. تخيل لو ان كل يوم الصبح كان فرصة عشان تبدأ حياة جديدة تماما. جرب الخطوات دي كل يوم الصبح. 1. اغسل ذاكرتك. قول ما حدث بالأمس بقى هناك. وياريت لو تعملها ستيكي نوت كده جنب المنبه عنوان مثلا let it go أو فيما معناه يعني ان اللي حصل امبارح هيفضل هناك وان النهاردة مطلوب منك طاقة جديدة مش المستهلك بتاع امبارح. 2. ابحث عن الجمال الخفي زي شعور الامتنان بالظبط، ريحة القهوة، طعم القهوة، مناقشة مع حد لطيف. 3. اقطع المقارنات. اتوقف عن متابعة حياة الناس التانية. انت متعرفش معاركهم الخفية ولا الحرب النفسية اللي هما بيخوضوها كل يوم. لازم تخلي في يومك على الأقل 5 دقايق ضحك وهزار مع أكتر شخص انت بترتاح معاه في الكلام. 5. ذكريات الطفولة. جرب مثلا تعيد مشاهدة كرتونك المفضل، حاجة انت كنت بتحبها زمان والوقت خلاك تنساها أو تبقى مشغول في حاجة تانية. النهاردة جرب تكتب 3 حاجات صغيرة خلتك مبسوط الأسبوع ده، زي مثلا وجبة لذيذة، مكالمة من صديق قديم، نومة عميقة، أو ممكن طعم قهوة مميز مثلا. الحياة مش عبء. قبل ما تنام النهاردة اسأل نفسك ايه أجمل حاجة صغيرة حصلت لي النهاردة؟ وهل لو كان يومي الأخير كنت هندم على حزن النهاردة؟